سوريا تعيش أجواء عجيبة، فالوضع الأمني يعبث فيه الكثيرون من الأطراف، آخرهم أمريكا التي نفذت عملية عين الصقر ضد تنظيم داعش داخل سوريا. ضربات أمريكا جاءت بعد نحو أسبوع على الكمين الذي نفذه التنظيم وقتل فيه جنديين أمريكيين ومترجما مدنيا أمريكيا قرب تدمر. ضربات أمريكا في الداخل السوري استهدفت أكثر من 70 هدفا في مواقع متعددة في أنحاء وسط سوريا باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية. لم تكن أمريكا وحدها في هذا الحادث على أرض سوريا، فقد قدمت القوات المسلحة الأردنية الدعم بطائرات مقاتلة، وتم استخدام أكثر من 100 ذخيرة. المفارقة أن تلك الحرب الدائرة على الأراضي السورية لاقت ترحيبا من قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم قسد، وقالت نصا: نتقدم بخالص التقدير للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي على الضربات الجوية والصاروخية الدقيقة التي استهدفت أوكار تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.